السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. توكيل عبد اللطيف جميل أو أوتو جميل نزل من كام يوم عربية جي إي سي إمباو موديل 2023. العربية اللي من فترة قريبة قلنا لكم إن العربية تنزل السوق قريب، وفعلا نزلت اليومين اللي فاتوا دول. عربية يعتبر غير العربيات كلها اللي بتشوفها الصينية اللي موجودة أصلا في مصر. جيل جديد خالص من العربيات أو نظام جديد خالص من العربيات الصيني، حاجة أول مرة هتشوفها. عربية بتنزل بالموتور 1500 سي سي تيربو، 170 حصان، 270 نيوتن، ده كله متوصل بفتيس دول كلاتش تبريد زيت مش ويت، 7 سرعات. ارقام العربيه والتسارع بتاعها 7 ثواني 1 من 10، تسارع حقيقي فعلا. وبالنسبه لاستهلاك البنزين، فمع النظام بتاع او الدرايف مود بتاع السبورت هتلاقي العربيه بتستهلك بنزين 9 لتر 1 من 10 لكل 100 كيلو. العربيه يا جماعه يعني قصتها قصه، يعني العربيه زي ما قلنا مش زي العربيات الصيني اللي شفتها كشكل من بره وكاداء وكماتيريال من جوه. العربيه اداء كويس جدا، والارقام اللي نازله بالنسبه اللي تخص المحرك ارقام مظبوطه يعني حقيقيه. يعني مثلا احنا متعودين في الصين ان لما يقول لك مثلا العربيه التسارع بتاعها مثلا 10 ثواني، تلاقي العربيه التسارع بتاعها 12 ثانيه. لما يجي يقول لك العربيه التسارع بتاعها مثلا او استهلاك البنزين كذا، لا العربيه دي بقى نازله فعلا حقيقي بالكلام ده كله. موتور كويس جدا، اداؤه كويس جدا. العربيه معروفه في الخليج، يعني اهل الخليج عارفينها لانها بتنزل عندهم من زمان، وبتنزل بقى عربيات او عربيات تانية ليها او طرازات تانية للايه للعلامه جي اي سي، اللي هي علامه كويسه جدا. العلامه الصينيه اللي هي يعتبر رابع علامه او رابع مصنع في الصين. العلامه دي او المصنع ده اكتر مصنع باع مبيعات في 2021. وبالمناسبه برضو المصنع ده هو المصنع لعربيات هوندا في الصين. عربيات هوندا البراند المعروف، براند الكوري المعروف، المصنع ده هو اللي بيصنع له في الصين. العربيه بالنسبه للشكل من بره شكل رياضي جدا واجريسيف هجومي. الشبكه اللي قدام اللي يعتبر يعني ديفيوزر كده وكلها فتحات تهويه، وكمان الخطوط اللي في الكبوت من قدام وبتكمل بقى مع جنبين العربيه لحد العربيه برضو من ورا، مع الفوانيس اللي ورا اللي شكلها شيك جدا زي ما انتم شايفين. منظومه الاضاءه ال اي دي. العربيه زي ما قلنا يعني حاجه تانية خالص غير العربيات الصيني اللي موجوده. بالنسبه بقى لابعاد العربيه من بره، فالعربيه بتيجي بطول 4 متر و70 سم، والعرض متر 85 سم، وطول قاعده العجلات 2 متر و73 سم، والخروج الارضي للعربيه بيكون 15 سم. خروج كويس جدا طبعا بالنسبه للعربيه الرياضيه. عربيه سيدان سب كومباكت تحت المدمجه، في عربيات زيها بالظبط كده، بس الخروج الارضي بتاعها واطي، فطبعا ده بيأثر بقى في مشيك بالعربيه في الشوارع والطرق اللي هي اللي اصلا مش ممهده، الطرق اللي كلها نقر. بالنسبه للعربيه بقى من جوه، الفرش الجلد والكلام اللي فيها مسند يد، وكمان المساحات الكويسه جدا بالنسبه للرجلين. نفع الفتيس يعتبر مش موجود للدرجه، فده يخلي القاعد قاعد كويس. برضه بالنسبه للكونسوله القدامانيه او الكونسوله الوسطى، الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين شكله شيك جدا، وفي يعتبر الماتيريال بتاع العربيه كله يا جماعه بعيد بقى خالص عن الصيني. يعني الصيني معظمه يبقى الماتيريال بتاعه بلاستيك جوه، عشان خاطر طبعا بيديك عربيه الماتيريال بتاعها مش قد كده، بس بيديك عربيه سعرها كويس. لكن دي يا جماعه بيتوفر فيها الحاجتين، يعني بيديك سعر كويس، وماتيريال من جوه كويس جدا، تصميم من بره كويس جدا، اداء محرك كويس جدا. فانتوا زي ما انتم شايفين الماتيريال بتاع العربيه من جوه كله ماتيريال جلد، ما فيش حاجه اسمها بلاستيك في العربيه. التابلو الامامي اللي فيه شاشه عدادات وشاشه وسايط في لوح زجاجي واحد. شاشه الوسايط دي يا جماعه تقدر تتحكم من خلالها في حاجات غير بقى الحاجات اللي موجوده فيها اصلا الصوت والقصص دي، لا تقدر تتحكم كمان من خلالها في مساحه السقف اللي موجوده في العربيه. تقدر تتحكم من خلالها في الامبنت لايت اللي موجوده في العربيه كذا لون. فالشاشه كمان بتديك يعني احساس ان انت اصلا قاعد في حاجه كلها تاتش، يعني العربيه كلها تاتش يعتبر. طبعا الكاميرات اللي جوه جميله جدا. لو بقى رحنا ناحيه وسائل الامان او عوامل الامان والسلامه، فالعربيه في اعلى فئه فيها بتيجي ب 8 ايرباج. 8 ايرباج. وسائل بقى الامان والسلامه برضو فيها الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، والحفاظ على الحراره المروريه، وكاميرا خلفيه وحساسه ركن اماميه وخلفيه، ومراقبه ضغط الاطارات. فيها كمان ادابتيف كروز كنترول اللي هو مثبت سرعه تكيفي. يا جماعه العربيه من ناحيه وسائل الامان كويسه جدا. ده بالنسبه كمان يعني خصوصا في الفئه الاعلى. يعني الفئه الاولانيه فيها 6 ايرباج، اما الفئه الثالثه فيها 8 ايرباج. 8 ايرباج بالنسبه لعربيه سيدان. طبعا في عربيات عندنا هنا بتعتبر عربيات اس يو في ما بيبقاش فيها 8 ايرباج، بيبقى فيها 6 ايرباج بس. لو انتقلنا بقى لسعر العربيه، فالعربيه بتنزل بثلاث فئات. اول فئه سعرها 960 الف جنيه، ثاني فئه سعرها مليون و70 الف جنيه، ثالث فئه سعرها مليون و140 الف جنيه. الثالث فئه دي بيبقى في منها برضو فئه مط لون مط تنزل بسعر مليون 170 الف جنيه. لو هنتكلم على السعر، فالعربيه سعرها كويس جدا بالنسبه للاسعار الموجوده دلوقتي. يعني العربيه بالنسبه مثلا لحاجه زي ام جي 6، ام جي 6 كسرت المليون و100، كسرت المليون اسف 300. فالام جي 6 هي يعتبر شبهها او زيها. بس طبعا زي ما احنا قايلين ان العربيه اللي هي الجي سي امباو دي الماتيريال بتاعها كويس جدا، والخامات، وكمان يعني استهلاك البنزين او بالنسبه بمعنى اصح الموتور ذات نفسه
وارقامه كويسه جدا والاداء بتاعه كويس جدا. العزل بتاعها ممكن يكون مش قوي للدرجه، بس برضو زي ما قلنا العربيه الاداء بتاعها كويس جدا، خصوصا مع الاداء السبورت. النقطه بقى الاخيره اللي هنقولها هي يعتبر مش نقطه، يعتبر سؤال. هل بقى يعني هل العربيه هتثبت جدارة في السوق؟ العربيه كده يعني يعتبر براند جديد في السوق، هل هيقدر ينافس؟ عامه هو اوتو جميل بيقدر ان هو يدخل عربيات جديده في السوق، ويقدر ان هو فعلا ينافس بيها. اوتو جميل براند كويس جدا، او توكيل كويس جدا، بيقدر ان هو ينزل عربيات وبيقدر ان هو يوفر لها قطع غيار. وده اللي هيفرق جامد جدا مع العربيه، ان يبقى ليها قطع غيار موجوده، ويبقى ليها افتر سيل او خدمه ما بعد البيع، بحيث ان اي عميل يشتريها ما يحسش انها عربيه لسه جديده في السوق. ده كان ريفيو سريع على العربيه. لو عجبك بقى الفيديو ادعمله لايك وسبسكرايب وشير، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.